أو في وحدة الأمة نماذج معاصرة. وأهمية الموضوع تذهب في أهمية الاتفاق والائتلاف وخطورة التفرق والاختلاف. وقد ذكرنا الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي تحث على الائتلاف والاتفاق وتحذر من التفرق والاختلاف. ودواعي اختيار هذا الموضوع: أهمية الموضوع في ذاته وحاجة الأمة إليه. ثانيا، الرغبة في النصح والتوعية لجمع كلمة المسلمين بالسبل الشرعية. ثالثا، الرغبة في تقليل الخلاف المضمون الذي أنهك قوة المسلمين فجعلهم فرقا وأحزابا شغلهم ببعضهم وتراشقوا بالكلمات النابية والعبارات الجارحة. رابعا، محاولة إثراء الموضوع ببحث جديد في ثوب جديد بصياغة جديدة في قوالب منتخبة. خامسا، الإسهام ببحث علمي أكاديمي من شأنه إثراء المكتبة الإسلامية وتنوير الأصول وتحديد المسار الصحيح للأفكار التي أخطأت طريقها عن جادة الصواب. سادسا، الحرص على التقريب بين أمم المسلمين وبين أتباع المذاهب المعتمدة بواسطة نشر المودة لتحقيق الألفة والتفاهم. الدراسات السابقة: لم أعثر على دراسة سابقة في موضوع التقارب استقلالا، وإنما اليوم السبت 25 مارس 2023 الموافق ل 3 رمضان 1444 هجري على الساعة 9 صباحا، قدم الطالب عمر فاما فودي جيتي رسالة بحث لشهادة دكتوراه في العلوم الإسلامية. موضوعها التقارب الفقهي وأثره الإيجابي في وحدة الأمة، نماذج معاصرة. إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور علي العلوي، وبمناقشة السادة الأساتذة الأستاذ الدكتور منيب الجمهور مقررا، الأستاذ الدكتورة سماح بن فرح مقررا، ومخاطبكم الأستاذ الدكتور عبد الباسط كوادر رئيسا لهذه اللجنة. وبعد مناقشة الرسالة والمداولة صرح اللجنة المنظومة أسفلت بنجاحه بملاحظة مشرف جدا.